مش عارفة إذا كنتوا هتصدقوا اللي هحكيهولكوا ده ولا لأ، بس لازم تتأكدوا أو على الأقل تحاولوا تقنعوا نفسكم باللي هقوله. اللي حصل كان في ليلة باردة قوي في مدينة تيوكو. الرياح كانت عاملة زي صوت غريب وهي بتلف في الشوارع الفاضية، كأنها بتنذر بحاجة هتحصل. مفيش حد في الشوارع غير صوت الرصيف المبلول تحت رجلين قطة تايهة بتدور على أكل. كنت ساعتها حارس بالليل لمترو أنفاق قديم ومهجور. المكان كان فاضي لدرجة إني كنت بسمع صدى صوت خطواتي في كل ركن. النفق كان غارق في الضلمة، مفيش حاجة باينة منه غير شوية نور خفيف بيتسرب من كشاف صغير معايا. الهدوء كان خانق كأنه مقبرة حديد. كنت دايما بسمع عن حكايات قديمة عن طالبة صغيرة روحها لسه بتسكن المترو وبتدور على الانتقام. كانوا بيقولوا إن قبل ما تظهر بتسمع صوت غريب كده، كأن في حاجة بتخبط في قضبان القطر، صوت خفيف ومتتابع. وبيحكوا كمان إنها بتظهر وهي ماسكة أداة معدنية بتضرب بيها القضبان، كأنها بتحفر طريقها من تحت الأرض. الليلة دي في تمام الساعة 2 بعد نص الليل. كنت متعب جدا من السهر، ببص على الساعة اللي في ايدي ومستني الوقت يعدي عشان اخلص الشفت، بس الوقت كان ماشي ببطء كأنه مش عايز يتحرك. قعدت على الكرسي الخشب القديم بحاول اقنع نفسي ان كل القصص دي مجرد كلام فاضي، وفجأة سمعت صوت. حسيت ان الدم جاري في عروقي. ببص حواليا مفيش حاجة. قلت لنفسي يمكن الصوت بتاع المواسير او فار بيجري، بس بعد شوية الصوت رجع تاني أقرب من الأول. قمت ببطء ومسكت الكشاف ومشيت برا الأوضة. خطواتي كانت بتخبط في الأرض وأنفاسي كانت بتظهر كبخار أبيض من كتر البرد. قلت بصوت عالي أحاول أخوف أي حد مستخبي، وقلت في حد هنا؟ المكان ده مش مأوى يا جماعة، اللي هنا يرد. كنت متعود أحيانا ألاقي مشردين مستخبيين في الأنفاق من البرد، بس المرة دي كأن الصمت هو اللي بيرد عليا، صمت تقيل كأنه مستني خطوة غلط مني عشان يبلعني. نزلت أكتر جوه النفق. المكان كان كئيب ومخيف، ريحة صدى خانقة وصدى أنفاس غريب مش عارف جاي منين. ولما دخلت أكتر نور الكشاف بدأ يضعف ويرتعش، وفجأة حسيت إن في حاجة بتتحرك بعيد قدامي. كانت حاجة شبه ظل إنسان بيزحف. قربت شوية عشان أشوفه أوضح، وساعتها النور وقع عليه. كنت هتجمد من الخوف. المنظر كان غريب ومش طبيعي، ملامح مش واضحة وشعره سايب وإيده فيها أدوات معدنية بيجرها على الأرض وبيعمل صوت الاحتكاك كان بيملى المكان كله. رجعت بسرعة وأنا قلبي بيدق جامد، كل حاجة حواليا كانت بتتهز. جريت بأقصى ما أقدر ولسه الصوت بيخبط في السلالم وبلهس، والبرد كان بيقطع في نفسي، بس الصوت كان لسه ورايا. وسمعت همس غريب قوي كأنه جاي من جوه دماغي. فينك؟ كنت هموت، ليه سبتني؟ الكلمات كانت بتوجع كأنها بتخترق القلب. كانت بتكلمني كأنها تعرفني. وقفت أتنفس بصعوبة بدور على باب أو مخرج جانبي، بس الهوا بقى تقيل قوي والنور بيضعف أكتر وأكتر. وفجأة لقيتها قدامي، كانت واقفة وبتبتسم ابتسامة باردة غريبة، عينيها مظلمة. ما قدرتش أصرخ، كل اللي عملته إني رجعت خطوة لورا والنور انطفى تماما. بس بعدها كان في ظلام تام. وفي اليوم اللي بعده لقوا باب أوضة الحارس مفتوح والكشاف واقع على الأرض ولسه منور رغم إن بطاريته خلصت. بس أنا ما كنتش هناك، ملقوش أي أثر ليا غير نقطة صغيرة من حاجة لونها غامق على القضبان. ومن اليوم ده كل اللي بيشتغلوا في المترو بيقولوا نفس الكلام بالظبط.
عند الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بيسمع صوت جاي من جوه النفق، وفي ناس بتقول إنها لسه بتدور على اللي سابها، وناس تانية بتحلف إنها شافت ظل بيزحف على القضبان. وبيبتسم، لكن اللي بيقرب بعد نص الليل محدش بيلاقيه، بس ولا واحد بيرجع بعد ما يسمع أول صوت. أنا خلاص من هنا قصتي انتهت، وأهلي بعد ما دوروا عليا سنين محدش قدر يلاقيني. بس أنا عايزة أقول لكم حاجة، إن القصة دي حقيقية، فهل تصدق أم لا تصدق؟ وطبعا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب في القناة، وتفعلوا فعل الجرس اللي أسفل الفيديو.